بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. صدق الله العلي العظيم. نعزي الأمة الإسلامية ونعزي أنفسنا وأنفسكم باستشهاد الإمام جعفر الصادق عليه السلام. ومثل ما عودتكم يا حبايبي بداية الفيديو مالتي صلاة على محمد وآل محمد، وأشكر متابعيني الجدد والقديمين أكيد. كل الشكر لكم، وربي يحفظكم ويستر عليكم ويقضي حوائجكم بحق هذا اليوم العظيم إن شاء الله. وهنا يا حبايبي نرجع لروتيننا، وبداية روتيننا مثل ما جاي تشوفون جاي أعجن. ويا حبايبي أنا ما أعجن على طول ولا أخبز، لأن أكو أسباب تمنع ما تخليني أعجن وأخبز. إن شاء الله بالأيام الجاية راح تعرفونها. وقلت لأبو حسوني تعرفون بعد أزمة مال الغاز عندنا، والمخابز جاي تبيع الخبز 4 بألف، يعني 4 بألف. وين أخليها؟ وشايفين انتم شلون الخبز مالت المخبز كلش ما بيها لا خير ولا بركة. يعني تحسها خفيفة وصغيرة، يعني الصراحة ما تكفي. حتى لو تنطيها الطفل هم ما ياكل نص، ياكلها كاملة. و4 يعني العشاء ريوق. فعلى كل قلت لأبو حسوني لا تشتري اليوم، راح أني أعجن وأخبز على ما نشوف هاي الأزمة وين تصفى بينا، والله كريم. وهنا يا حبايبي مثل ما شفتوني والله عجنت وخبزت، طبعا هاي الصبح. لأن أنا تعرفوني ومتعودين علي أخلص شغلي كله الصبح. وهنا يا حبايبي مثل ما شفتوا بعد ما خلصت العجين وخليت العجين يختمر على راحته، جيت أقطع الدجاج بهالشكل، أقطعها وأضيفا عليها عصرة ليمون. يا بنات الليمون ينطيها طعم حلو وتوخر الزفرة عنها. وش اسمه. وطبعا أني هاي اليوم مسويته ثواب للإمام، وأنا يا بنات متعودة أي وفاة استشهاد إمام أسوي ثواب. يعني ما أسوي هذوك الثواب الثقيل، ويعني تعرفون بعد. فسوى على قولتهم حق البركة. أسوي هم لبيتي ويعني وأطلع من عنده. مثل ما جاي تشوفون يا حبايبي هنا، أنا بعد ما استوت الحمد لله واختبرتها وشفت الدجاجة مالتي ذايبة ذوب، جيت طلعتها بهالشكل وضفت لها كركم. هذا الكركم يا بنات راح ينطيها لون حلو. بس ما أعرف ليش بالتصوير ما يطلع عندي الأكل مالتي يطلع يعني مو حلو، ما أعرف ليش. وهنا يا حبايبي مثل ما شفتوا جي سويت الحشوة مالتي، أو أنا أسويها بهالشكل. آه، أضيف لها شعرية وكشمش مثل ما شفتوا، أضيف لها بتيتة فقط. وإن شاء الله يا بنات هذه البهارات بحيل الله إن شاء الله أشوفن يوم أسوي إنه يعني محتاجة أنا أسوي وأشاركها وياكم. كلش يا بنات حلوة وتنطي طعم وريحة تخبل للأكل. إن شاء الله أشاركها وياكم يا حبايبي، تستاهلون. وهنا بعد ما استوت الحمد لله والشكر وتهدرت عندي، أكيد أنا كل طبخي أهدره على نار هادئة، لأن الحمد لله أطبخ على وقت، فخلي كله على نار هادئة. وهنا يا حبايبي جيت أطبخ التمن وأطبخه أني بهالشكل، أضيف له مثل ما شفتوا زيت وأحمسه مع البهارات شوي، أضيف له كار وكركم قليل مثل ما شفتوا، وأضيف له نوم وبصرة. وبعدين أخلي له الماي مثل ما شفتوا هيجي، أضيف له قليل كلش. وهنا ضفت الملح ويا حبايبي مثل ما شفتوا السوب مالت الدجاج أخليه على الصفحة، يعني كلش طيب طعمه وما بيه شي، يعني هم ناكله وهم أطبخ بيه التمن. ومثل ما شفتوا يا حبايبي أنا ما أخلي له ماي هواي، عفوا السوب مال الدجاج ضفت له تقريبا ملعقتين، عفوا كمشتين. وهنا يا حبايبي أكيد التمن مالتي غاسلته ومنقوع هيجي قبل تقريبا 15 دقيقة، ما لأن التمن اللي استخدمه أنا ما يحب تنقيع. وهنا يا حبايبي اجيت وضفته على الماي مالتي أكيد الفاير، وهنا أحركه بهالشكل وأخليه بعد ما أجيسه أبد منه على ما ينشف الماي مالته كلش.
شوفه نشف أجي أنص عليه النار، أخليه نار هادئة وأخليه ينشف على راحته. وهنا جيت أختبره الحمد لله والشكر، شفته ناشف من الماي وصايرة الحبة مالته حلوة. وهنا يا حبايبي ضفت له هاي البهارات اللي أضيفنها أنا على الحشوة، بس مع الأسف ضفت له كلش هواي بهارات، فصار اللون مالته هيجي مايل للسواد. أنا بالعادة أضيف له كلش قليل ينطي طعم ويجنن، لأن البهارات مالتي بيها هيل وبيها دارسين وبيها نوم بصرة، فتنطي طعم كلش حلو. وهنا يا حبايبي اجيت أراويكم الحمد لله خلصت وكترتن على صفحة وقطيتن أكيد. وهنا تعرفون يا حبايبي اجيت جهزت الحبشكلات. وهنا الحمد لله والشكر، وعلينا وعليكم ألف عافية إن شاء الله وثواب واصل يا رب العالمين. وهنا أنا يا بنات متعودة أخلي بهذا المنسف كل إحنا نقعد يعني نتغدى سوا، والله يشبع إن شاء الله كل جوعان الحمد لله والشكر، والله يديمها علينا الخير والبركة والنعمة يزيدها علينا وعلى بيوتنا اللهم آمين. ويا حبايبي حابة أطلب من عندكم طلب وإن شاء الله ما ترجعوني وما تفشلوني. أكو بنية متابعتني يعني هي، وخطية تريد لها ولد، يصير عندها ولد، وإن شاء الله إن شاء الله يا رب. وطبعا أنا تكلمت وياها وقلت لها إن شاء الله راح أقول للمتابعين وإن شاء الله ما يقصرون وياك يا بنات حبايبي، ادعوا لها خطية إن شاء الله يصير عندها ولد ويكون إلها سند وعون بهاي الحياة. وإن شاء الله رب العالمين الله يرزق كل محروم من الذرية يرزقه بالذرية الصالحة اللهم آمين. والله يرزق اللي ما عندها ولد الله يرزقها بالوليد، واللي ما عندها بنية الله يرزقها بالبنية إن شاء الله يا رب. والله يحقق أمانيكم كلكم. وإن شاء الله يا حبايبي ندعي للطلبة وقلوبنا وياهم أكيد إن شاء الله يجيبون معدل زين ويفرحون أهلهم. يلا أريد همتكم إن شاء الله، وإحنا أملنا بيكم يا أبطال السادس طبعا والثوالث أكيد. إن شاء الله تفرحون أهلكم وتفرحون أكيد أنتم وتجيبون معدل زين. بس شوية رايدلها هي وقت ورايدلها شلون تقولون يعني صبر، إن شاء الله تكونون قد المسؤولية. إيه يا حبايبي الحمد لله والشكر بعد ما خلصنا ومثل ما شفتوا أكيد قعدنا شربنا شاي وقعدت فد شوية النوبة قمت على المطبخ مالتي، غسلت الماعين مثل ما جاي تشوفون، وغسلت نظفته ورتبته لين تعرفون بعد إذا قدانة مثل دجاج ومثل ما شفتوا كل شي بيه قلي أني بيومها ماكو ما خلي شي ما جلفه. هسه إن شاء الله بالفيديو راح يشوفون. وطبعا أنا أقلي بالطارمة، بس يعني مو أقلي كل شي بالطارمة لا، بس السمك والدجاج مثل ما شفتوني أقليهم بالطارمة. بس بقى مثل ما تعرفون يعني أنا سويت حشو، والحشو كله دسم وكله يعني قلي. الشعرية تطفر عندنا، وعندنا البوتيتا هم تطفر يعني الزيت تطفر وهاي ما ظل شي ما الزيت دمره كلش. فجيت أجلف الطباخ. وهنا يا حبايبي مثل ما شفتوا هاي اللقطة الكل احنا نحبها النسوان. وهنا الحمد لله حسيت روحي شوية خفيت، شلون تقولون الهوسة شوية خفت بعد ما غسلت الكود مال الماعين جاي تشوفون انتم. وهنا عزلت السق مالتي الحمد لله، وجيت أجلف الطباخ. وشوفوا لي اياها يا حبايبي يا بنات، شوفوها شلون متلعوسة، فأكيد لازم رايدلها جلفة من هاي الزينة. وطبعا أنا يا بنات متعودة أول ما أبدي بالمطبخ أبدي بالماعين، حتى شنو أقولن أخلص من عدهن، أهم شي هن الماعين، إذا خلصت من الماعين تحسين روحك خلصتي نص المطبخ. وهنا اجيت وأني بهذا الخاولي مالتي ألملم هذا الشكو شي طايح مثل تمه شعرية مثل ما شفتوا طفرت
جيت أجلفها بهالشكل، وأول ما أبدي أني أجلفها بسيم معين وبعدين بجلاف. وطبعا يا حبايبي هاي الجلاف يعني خاصة أنا مخليتها للطباخ، يعني مالت الماعين الوحد والجلاف مالت الطباخ اللي أغسل بيها لوحدها. وهنا مثل ما شفتوا يا حبايبي أني أستخدم معطر الأرضيات، يعني شكل لكم بكل شيء أضيفا معطر أرضيات بكل شيء، يعني والله أموت أموت هيجي معطر الأرضيات كلش، يعني حتى ما يكدن عندي أستخدمهن كلش هواي. وهنا يا حبايبي مثل ما شفتوا أكيد أنا طبخت، وهذا يعني أكيد طفر عليها دهن وزيت. أجي أنظفها بهالشكل، وأنا متعودة أنظفها يعني بعد ما أجلفها بالسيم والجلاف أنظفها بهذا الخاولي. طبعا يا حبايبي هذا الخاولي نظيف، يعني كل ما أخلص الطبخ من عنده أغسله وأشره. وهنا يا حبايبي ما خليه شي ما غسلته. طمنوني عنكم شلونكم حبايبي الحلوين، شخباركم؟ إن شاء الله كلكم تكونون بخير. بعد قلبي متابعين القوالي والله كلش أحبكم، وشكرا لكم لدعمكم إلي، وشكرا لكلامكم الجميل والكل شي كل شي. شكرا لكم ما قصرتوا إن شاء الله وتبيضون وجهي. بدوا أروح لكم. وهنا يا حبايبي مثل ما تشوفون بعدنا بالمطبخ وهوسة المطبخ. وهنا جيت أرتب هذا الجرار اللي ما يترتب، لو أحط روحه بروحه ما يترتب، ما أعرف شنو السبب، رقم ما هو يعني على إيدي بس ما يترتب. أحاول أرتبه شلون ما كان وأعوفه لين مليت والله. ترى هم أوقات واحد هم يمل من التنظيفات من الشغل. وهنا هيك مسحته على السريع ورتبت هذا الفراش اللي فارش أنا داخل الجرار مثل ما شفتوا، ورجعت كل شي مكانه. وهنا أنا أكيد يا بنات هذا ال عندي السطح مالت الكاونتر كلش يعني أقل بقعة تشلب بيه وما تطيح بسهولة، كلش تشرع قلبي. فأني أجي أضيف لها قليل من القاصر وأبدي أمسحها بهالشكل. وهنا يا حبايبي مثل ما شفتوني اجيت اغسل الاسفنج مالتي، واغسل هذا الخاولي مثل ما شفتوا اغسله طبعا، واكيد واخليه يعني اشره خليه ينشف لين كلش احتاجه. وهنا يا حبايبي مثل ما شفتوا اجيت بعد ما غسلت بيت الكلينس اجيت خليت الكلينس، ولو احنا الكلينس ما يكد ويانا ما اعرف شنو السالفة، لان جهالي لعبون بيه، فلهذا السبب تشوفون الكلينس ما يكد ويانا. وهنا أكيد اجيت أمسح البراد مالت الماي اللي تعرفون بعد يدين ثلاثية فيتوسخ على طول، وهو أبيض فيصير بيه اللي ثق رأسة. وهنا الحمد لله يا حبايبي بدت شوي شوية تخف علي، وشفت المطبخ بهالشكل قلت لا الحمد لله والشكر بده يخلص تنظيفه. وهنا الحمد لله بعد ما شفتوا أكيد نظفت كل شي ومسحت كل شي الحمد لله والشكر. اجيت أمسح الأرضية. وهنا يا حبايبي أكيد هاي دواسة طاح عليها ماي مثل ما شفتوا من السينك، ويعني شلون تقولون صارت عليها رطوبة، فأجي أشرنها على ما تنشف وأدخلها. وهنا هيك شفت هاي السلة عندي الفوق متلعوسة، فقلت خلي هم أغسلها فد مرة، يعني هي ما بيها شي بس طايح عليها الخضار مال البطيخ. وهنا يا حبايبي مثل ما شفتوا أنا كل شي أستخدم ماي حلو، يعني مستحيل أمسح الأرضية ماي مالح، لأن ماينا كلش كلش مالح، يعني يدمر السلعة ما ينظفها الصراحة. وهنا أنا اجيت مثل ما شفتوني طبعا خليت بهاي الطاسة ماي آرو، وخليت عليه ضفت له معطر أرضيات. وهنا يا حبايبي مسحتها وخلصت الحمد لله، والحمد لله يعني صار
المكان نظيف وصار العطر يجنن يجنن هيك ما شاء الله يفحفح. يعني مثل ما لاحظتوا أنا كل شي مسحت وجلفت بمعطر أرضية، فلازم يعني يصير عطر حلو بالمطبخ. وهنا الحمد لله والشكر بديت شوي شوية ألمن وأخلص شغلي الحمد لله، ووصلت لأحلى أجمل مرحلة عندي، يعني كل شيء أحبه. ولا هو الحمد لله ما يحتاج، لأن مثل ما قلت لكم معطر الأرضيات صلوات على محمد أنطى هيجي ريحة كلش حلوة وقوية للمطبخ. وهنا يا حبايبي هاي طبعا الطباخ تفيد حتى يعني حتى من تحطون عليها بخور بدون مبخرة مثل ما شفتوا اللي هنا، ويخلص روتيننا وكلش أحبكم ومع السلامة.